السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ناس كتير أول ما تبدأ باك إند بتلخبط، ملفات كتير، تقسيمة مش واضحة. في الفيديو دهوت إحنا مش هنعمل باك إند كامل مرة واحدة، هنركز فقط على 3 حاجات. أول حاجة هتكون تهيئة المشروع، تاني حاجة هتكون الفولدر ستراكشر، تالت حاجة هتكون اللوجن واللوج أوت. الهدف من الجزء ده بسيط، إن يطلع بأساس نضيف وواضح ينفع نبني عليه باقي المشروع من غير عشوائية. لحد دلوقتي إحنا غطينا مرحلة التخطيط للمشروع، احنا نبني ايه وليه، وبعدها عملنا شرح كامل لداتابيز سكيما، صممنا الجداول كلها على سوبر. ولو مشفتش الفيديوهين دول هسايب كود ال SQL في الديسكريبشن لو عاوز تبدأ على طول. بنهاية الفيديو ده هتكون فاهم اللاير اركتكتشر اللي المشروع ماشي عليه، والاوثنتيكيشن فلو كامل، اللوجن والجي دبليو تي جوه الكوكي والبروتكتد راوتس، وكمان الرول بيزد اكسس. اول خطوة عندي هي ان انا اجهز المشروع نفسه. هنبدأ نعمل مشروع اكسبريس جديد، بعدها احنا محتاجين ننزل باكجز نحتاجها زي اكسبريس، CORS، كوكي بارسر، دوت ام في، جيسون ويب توكن، بيكريبت، وسوبر جي اس. وبعد كده اجهز السكريبتس الاساسيه واعمل فولدر السورس. في فولدر السورس هيكون فيه 7 فولدرات، خلينا امشي عليهم واحد واحد واقول لك كل واحد مسؤول عن ايه وليه وهو منفصل. اول واحد هو الراوتس، دوت الباب الامامي. ملفات الراوتس وظيفتها حاجه واحده بس، تحدد انه HTTP ميثود مع انه URL هيروح لاي كنترولر. تمام، مفيش لوجيك هنا. وبعدها عندها كنترولر بتستقبل الريكوست وتراجع الريسبونس. تالت حاجة عندنا هتكون السيرفيسز، فيها البيزنس لوجيك الفعلي، يعني بقية الكود والكل الداتابيز authentication هتكون في الفولدر ده. الميدل وير هيكون لو احنا عاوزين نعمل فانكشناليتي قبل ما الريكوست يوصل للكنترولر نفسه. اليوتيلز لأي هيلبر فانكشنز احنا محتاجينها، والليب لأي سيت اب خارجي زي سوافيز كلاينت. الباترن ده راوتس كنترولرز سيرفيسز، اسمه layered architecture، والهدف الأساسي منه هو separation of concerns. يعني كل layer ليها شغلانة واحدة، لو حصلت مشكلة انت بتعرف فين المشكلة. دلوقتي نبص على الكود نفسه. دلوقتي نخش على authentication flow، وده أهم جزء في الفيديو. أنا عايز أمشي معاك من log request لحد الداتابيز وبعدها هنرجع تاني. دلوقتي في الراوتس احنا عندنا 2 end points. أول حاجة هي اللوجن من غير middleware، تاني حاجة هي اللوج اوت بس فيها معانا middleware require authentication. يعني لازم تكون متسجل الدخول الأول عشان تقدر تعمل لوج اوت، يعني منطقيا يعني. تاني حاجة الكنترولر، هنا بيعمل 3 حاجات. أول حاجة بيتأكد إن الانبوت موجود، تاني حاجة بينادي السيرفيس، تالت حاجة بيتعامل مع الريسبونس. لاحظ إننا هنا بنعمل تريم من لور كيس للإيميل قبل ما نبعته لتحت. الحاجات الصغيرة دي بتمنع مشاكل مزعجة بعدين. بعد ما السيرفيس ترجع النتيجة بنحط التوكن جوه ال HTTP only كوكي. طب انت ممكن تسأل سؤال، هو احنا ليه بنحطها في الكوكي بدل ما نرجع التوكن في الجيسون بادي؟ ده عشان ال HTTP only كوكي الجافا سكريبت متقدرش توصل ليها اصلا، فده معناه ان لو حصل اتاك والسكريبت الخبيث حاول يسرق التوكن مش هيقدر. وده من افضل الطرق لتخزين التوكن في الويب اب. وكمان السكيور والسيم سايت اوبشنز بيتغيروا حسب البيئة. في التطوير بيبقوا اهدى شوية عشان تقدر تشتغل محليا، وفي البرودكشن بيبقوا ستريكتر. دلوقتي نخش على السيرفيس، وهنا الشغل الحقيقي بيبدأ. احنا في السيرفيس بيكون البيزنس لوجيك كله بيحصل هنا. فاحنا مثلا هنا كمثال اول حاجه بنعملها اللي احنا بنسال اليوزرز في سوبر بيز. خد بالك ان احنا بنعمل سيلكت الاعمده اللي احنا محتاجينها بس مش كل الاعمده، ودهوت كله احنا بنعمل سيلكت مع ايميل بيساوي الايميل اللي جه من الريكوست. بس خلي بالك من نقطه، انت لو جالك ان مفيش يوزر انت مش بترجع ان مفيش يوزر، لا انت بترجع ان الايميل او الباسورد invalid. ليه؟ عشان احنا لو رجعنا ايرور تاني فاحنا كده بنسرب معلومة ونسهل على اي اتاكر يعرف الايميلات المسجلة. فالمهم نقول ان احنا لقينا يوزر. دلوقتي احنا عندنا 2 تشيك مهمين قوي. اول حاجة هو الاكونت دوت اكتف، تاني حاجة هو الباسورد دوت صح ولا لا. احنا الاكونت اكتف بنعرفها من الداتا اللي جات لنا من سوبر بيز، واللي بيعرف الباسورد صح ولا لا بيكريبت كومبير عشان نعرف نعمل كومبير بين الباسورد اللي جالنا والهاشت باسورد اللي موجود في الداتا بيز. طب تمام، نقول ان كل حاجة تمام، الباسورد صح، الايميل موجود، يبقى متبقي اللي احنا نعمل جنريت للتوكن اللي اليوزر هياخده، ونحدث اللاست اللوجن ات كنوع من التبع البسيط. وبعدها بنرجع التوكن للكنترولر. انتوا ممكن برضو تكونوا لاحظتوا ان احنا عملنا جنريت للتوكن بفانكشن تانية غير JWT.sign، وده هو عشان احنا عملنا هيلبر فانكشن بتعمل JWT.sign والماكس ايج بتاعها 7 ايام. طب دلوقتي ممكن تسأل، طب احنا ليه عملنا فانكشن تانية بدلها؟ عشان اشرح لك خلينا نديك مثال. تخيل ان احنا استخدمنا JWT.sign 5 مرات، كل واحدة ليها نفس الماكس ايج. فاحنا لو جينا نغير الماكس ايج لواحدة منهم وعاوزين نغيرها للباقي هنضطر نغيرها كل واحدة مانيوال. اما دلوقتي احنا ممكن نغيرها في فانكشن واحدة ونتغير مع كله. كده الكود بقى كلينر ومور مينتينبل. والهيلبر فانكشن التانية هي الاباي ايرور، ديت باختصار عبارة عن ايرور عادي بس احنا ضفنا عليها الستاتس كود.
ده عشان احنا نعرف يعني لو حصل ايرور نعرف نحدد الستاتس كود بتاعه، بدل ما كل ايرور يطلع لنا ب 500 ستاتس كود. دلوقتي نخش على authentication middleware. فاحنا مثلا اول واحده عندنا require auth، هي اللي بتحمي اي راوت محتاج authentication. فاحنا اول حاجه بنعملها ايه؟ اللي احنا بنشوف التوكن موجود ولا لا في الكوكيز، وعشان كده احنا محتاجين كوكي بارسر في الابدو جيسون، هو اللي بيخلينا نقدر نقرا الكوكيز. بعدين بنتاكد ان الجي دبليو تي توكن نفسه اللي موجود valid، يعني مش منتهي الصلاحيه. فجي دبليو تي تو فيريفاي بنستخدم فيها سيكريت كي بتاعنا ونعملها فيريفاي. ولو حصل اي ايرور احنا نعمل له كاتش، وبعدها بنرجع ريسبونس ان اليوزر مش اوثنتيكيتد. وخلي بالك احنا مش بنصدق التوكن وخلاص، يعني احنا مثلا بعدها احنا بنسأل الداتابيز هو اليوزر دوت موجود ولا لسه، ولو موجود هو اكتف ولا لا، عشان لو او اي اكونت اتعطل او اتقفل حتى لو معاه التوكن قديمة مش هيشتغل. وديت واحدة من الايدج كيسز اللي الواحد المفروض يخلي باله منها. وبعد كده لو احنا اتأكدنا ان كل حاجة تمام بنرجع اليوزر جوه الريكوست عشان الكنترولر يقدر يستخدمها بعدين. وبعدها احنا عندنا require rule function، وديت مش اي middleware عادي، ديت عبارة عن middleware factory، ومن الاسم ديت عبارة عن function بترجع لنا middleware. ممكن نعمل require role admin ودكتور، فلو كان يوزر admin او دكتور الرول بتاعه يقدر يخش، لو كان يوزر عادي مش يقدر يخش. واحنا برضو عاملين require admin كاختصار جاهز. احنا دلوقتي مش عاملين اي accounts لليوزرز او الدكتورز، بس لو حصل بعدين وتم اضافة accounts لليوزر والدكتورز فايدة الrequire role هتظهر قوي. بعدها احنا عندنا ايرور ميدل وير، هما حاجة أساسية قوي، يعني أنت أصلا بتعمل لهم كوبي وبيست من بروجكت لبروجكت تاني، يعني هما أنت مينفعش تعدل بروجكت وهما مش موجودين. فالنوت فاوند هاندلر مثلا بيمسك أي راوت مش موجود، فأنت مثلا لو دخلت على راوت غلط، دخلت كومة زيادة، دخلت حرف زيادة، هو بيطلع لك الرسالة وبيقول لك إن الراوت دوت مش موجود. تاني واحد والمهم جدا الايرور هاندلر، هي آخر شبكة أمان في التطبيق كله، فلا أي ايرور طالع بره الراوت نفسه هو اللي بيمسكه. وخلي بالك هنا ان هي بتقرا الستاتس كود من الايرور الظاهر، ودوت ما يكونش موجود في الطبيعي، بس احنا في الاي بي اي ايرور هيلبر فانكشن حاطين الستاتس كود في الايرور اللي بيظهر، عشان كده اي ايرور بيطلع من السيرفيس لاير بيوصل على طول ليها وبيوصل مع الستاتس كود الصح. وفي الديفلوبمنت بنرجع الستاك تريس كمان، بس في البرودكشن بنخبيه. تعال نلخص احنا عملنا ايه النهارده. احنا عملنا layered architecture نظيفة، routes controllers services وutilities، وعملنا لوجن فلو كاملة باستخدام جي دبليو تي متخزنة في ال HTTP only cookie، عملنا لوج اوت اند بوينت، عملنا اوث ميدل وير بتأكد من التوكن وكمان من وجود اليوزر في الداتابيز، وعملنا رول بيزد اكسس كنترول من خلال الميدل وير قبل إعادة الاستخدام، وعملنا جلوبال ايرور هاندلنج. الفيديو اللي جاي احنا هندخل على الراوتس بتاعة الدكتورز والابوينتمنتس، وهنا بقى منطق العياد نفسه هيبدأ يظهر، المواعيد اوقات التوفر حالة الحجز. لو الفيديو دوت بقى فادك فما ترضاش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو عندك سؤال عن اي باترن استخدمناه اكتب لي في الكومنتس، ولو عاوز تبص على الكود نفسه فانا رافعه على جيت هاب، هتلاقي اللينك في الديسكريبشن. اشوفكم بعدين والسلام عليكم.